تحية طيبة مشاهدينا الكرام. ألم يصبح حزب الله خنجرا مسموما في خاصرة الشعبين اللبناني والسوري يصيح ناشط لبناني؟ ألا يدوس مصلحة السوريين واللبنانيين من أجل إرضاء أسياده في طهران؟ ألم يصبح قوة احتلال غاشمة في لبنان وسوريا بعد أن أعلن نصر الله أنه جندي في ولاية الفقيه؟ ألم يضع نصر الله لبنان على كف عفريت بغزوه السافر لسوريا؟ هل حماية ظهر المقاومة في سوريا تكون بحرق الوطن الأم لبنان وإدخاله في أتون الحرب؟ أليس من حق الثوار السوريين الآن أن يدكوا الضاحية الجنوبية؟ يضيف آخر: ألا يعلم أن غالبية اللبنانيين باتوا يدوسون ويبصقون على صوره؟ كيف يدعي نصر الله مقارعة أمريكا بينما يقاتل أعداءها التكفيريين بين قوسين في سوريا؟ ألا يعلم نصر الله وكفلاؤه في إيران أن سوريا ليست العراق؟ أليست غالبية الشعب السوري من المسلمين السنة؟ فلماذا إذا يستفزهم نصر الله وشبيحته بتعليق الأعلام الشيعية فوق المساجد السنية في القصير وبقية المدن السورية؟ ألا يدق حزب الله إسفينا عميقا بينه وبين أكثر من 20 مليون سوري؟ هل سيحميه الأسد إلى الأبد؟ لكن في المقابل ماذا يمتلك الذين يهاجمون حزب الله في لبنان وسوريا سوى الهواء الساخن؟ أليست الغلبة للقوة في لبنان؟ ألا يستطيع الحزب أن يفرض سطوته على اللبنانيين والسوريين بقوته الفائقة؟ هل يستطيع زعيم السنة العودة إلى لبنان أصلا؟ ألا يحظى حزب الله بتأييد نسبة لا بأس بها في سوريا ولبنان من السنة والمسيحيين؟ أليس الحزب متحالفا مع واحد من أكبر الفصائل المسيحية في لبنان؟ لماذا يعير السوريون واللبنانيون حزب الله بأحقاده المذهبية بينما هم يهاجمونه على أساس مذهبي وطائفي؟ هل كان لحزب الله أصلا أن يغزو سوريا لولا أن لديه ضوءا أخضر من إسرائيل وأمريكا؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على النائب في البرلمان اللبناني